اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم طريقه الزلابيه ان شاء الله تعجبكم جدا، جربوها. معايا معلقه خميره كبيره وعليها معلقه سكر وكوبايه ميه دافيه. احنا طبعا قلنا من لازم الخميره تعمل لها تيست بالميه الدافيه، متبقاش كمان ميه من الحنفيه، ونحطها كده شويه. بعد كده هجيب 3 كوبايات دقيق وعليهم رشة ملح، طبعا اي معجنات اساسي الملح فيها، و3 معالق نشا كبار. لكل كوباية دقيق بنحط معلقة نشا ونقلبهم كويس، واجيب عليهم كوباية مية تاني. احنا اي مية في العجين لازم تكون دافية عشان بتسرع معايا العجين اسرع، يعني تخليه يخمر اسرع. ونقلبها كويس، ولو احتاجت دقيق تاني بنحط لها. انا احتاجت معايا معلقتين دقيق تاني فحطيت لها معلقتين، وبنقلبها كويس جدا. بصوا، هي العجينه ولا بتبقى تقيله ولا بتبقى خفيفه، لازم تكون ماسكه نفسها كده شويه، واسيبها تخمر. خدت لها بتاع ساعه كده او ساعه الا ربع بس. واجيب معايا الشربات بتاعها، كوبايه سكر وعليها كوبايه ميه ورشه، واول ما تبتدي تغلي اروح عامله عليها عصره ليمونه ورشه فانيليا، واسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده اركنها على جنب في طبق تبرد. كده خلاص العجين خمر معايا. بجيب طاسه فيها زيت ويكون زيت دافي، وانزل بقى معايا كوبايه على جنب فيها زيت او طبق، واحط المعلقه في الزيت واقطع بيها على طول. وايدي برضو بكون دهنها زيت قبل ما بحطها في العجينه عشان خاطر العجين ما يلزقش في ايديا. هي عامه بتحتاج زيت كتير عشان خاطر بتلف في الزيت كده وتتكور، لازم زيت كتير. بس انا للاسف ما كانش عندي، ولادي طلبوها مني بالليل متاخر فمرضيش ازعلهم وعملتها لهم. فدي كان اخر، يعني للاسف كان اخر زيت عندي، بس هي المفروض بتحتاج زيت اكتر من كده عشان تطلع حلوه معاكي. بس انا بقى بقلبها كويس في الزيت، والمفروض افضل بقى اقلب فيها كده شويه. بتلف معايا بتاعت بره بتبقى كلها شكل واحد عشان خاطر طبعا بيبقى الزيت كتير. انما طبعا يا جماعه الزيت غالي جدا الايام دي فربنا يعيننا يعني على اللي احنا فيه. بس طبعا الاولاد ما ينفعش ازعلهم، بقدر اعمل لهم اللي هم عايزينه يعني لو في مقدرتي. المهم بطلعها بقى وهي لسه بيضه كده، تاخد بس اللون، وبعد كده اروح مطلعاها. بعمل الكميه كلها كده، وبعد كده برجع انزلها في الزيت تاني بعد ما بخلص العجين كله. تنزل بقى تاخد معايا تنشف كده من بره وتبقى لونها صفرة، بتبقى حلوه جدا، بتبقى من جوه طريه ومن بره صفرة وناشفه اسفه يعني. بس بقلبها بقى كويس، وبعد كده بطلعها. انا بقى اول طاسه كده طلعتها من غير ما احطها في الشربات، لان انا هعمل معايا بالسكر البودره والبودر وبالعسل. بس دي تاني مرة بقى، تاني طاسة بطلعها على طول على الشربات، بس لازم الشربات يكون بارد بارد خالص عشان خاطر الزلابية ما تطراش فيها. بس وبقلبه بقى كده كويس، وبخليها بتاع 5 دقايق بس على ما اطلع تاني طاسة، وبعد كده اطلعها في مصفى على طول. بس انا خلصت الكمية كلها، والطبق التاني ده انا طلعت فيه اللي هي بالشربات، وده حطيت عليه سكر بودر. وبرده ممكن تعملها بصوص الشوكولاته، بتبقى تحفه يا جماعه بجد والله العظيم. بس يعني انا كل واحد بيحب حاجه بعملها له. بس فجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا وتعجب اولادكم، وبألف هنا والسلام عليكم.